اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل مع بعض اكله لذيذه جدا. هنعمل مع بعض السمك البلطي والمكرونه بطريقه سهله وبسيطه وتتبيله حلوه قوي. عندي هنا 2 كيلو من السمك البلطي متنضف ومغسول كويس. عندي هنا نص كيلو من المكرونه. عندي هنا نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل وكمون وشطه وبهارات وكاري. عندي هنا قرنين فلفل حراق وقرن رومي وشويه من الخضره وليمونه وشويه توم. عندي هنا جبت الخلاط، هبدا انزل عندي بربع كوبايه خل. وهبدا انزل عندي بالتوابل بتاعتي، شطه وكمون وبهارات وملح وفلفل والحاجات بتاعتي اللي هي الليمون والفلفل والثوم والخضره كده. اللهم بارك. طبعا بقى متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. عندي بقى هنا دي التتبيله بعد ما اتضربت في الخلاط. اللهم بارك. طبعا اللي مش حابب تبقى حراقه يقدر ان هو يقلل من الفلفل الحراق. عندي بقى هنا بحط كده التتبيله. عندي طبعا السمك ده مغسول كويس جدا ومنقوع بليمون. كده بعد ما يتنقع بالليمون وغسلته، بعد كده بحطه في التتبيله بقى كده واسيبه في التلاجة كده بقى. اللهم بارك. عملت السمك اللي هو المكرونه وبدات ان انا اتبل السمك البلطي كده. اللهم بارك اهو. ببدأ بقى ان انا اجيب السمكة كده احط عليها التتبيلة من بره ومن جوه. كده اهو. بعد ما خلصت طبعا بقى هبدأ ان انا اغطيه واحطه في التلاجة عشان التتبيلة تاكل منه شوية كده. ابدأ بقى عندي اعمل هنا السلطة كده. اللهم بارك. قوطة وفلفل وخيار وجزر وبصل. عندي بقى هنا اللهم بارك. كده بعد ما قطعت الخضرة بتاعتي كده، بعد ما طلعته من التلاجة اهو، بدأت عندي اجيب معلقتين كبار فيجيتار ومعلقة نشا عشان يبقى ناشف، والدقيق حسب كمية السمك اللي عندي. عندي بعد هنا كده بحط بقى المكونات بتاعتي كلها على بعضها، وببدأ بقى ان انا اتبل السمك كده زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. طبعا السمك لازم نعفره كويس بالدقيق كده علشان خاطر يبقى مقرمش اهو. اللهم بارك. ونحط كده الدقيق من جوه كده برضو علشان يبقى ناشف من جوه ومن بره كده اهو. لازم بقى ان احنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت الاربع سمكات بتوعي، بدأت ان انا احط طاسة زيت سخن كتير، وببدأ ان انا احمر بقى السمك بتاعي كده. اللهم بارك. اول طلعة طلعتها بدأت ان انا حطيت سمكتين تاني. عندي بقى هنا صفيت شوية من زيت السمك بيدي طعم حلو للرز، وحطيت عليه 4 بصلات كبار علشان نعمل الرز بالبصل بتاعي. خطير يا جماعة بجد. اللهم بارك. عندي بقى هنا السمك بيتحمر اهو. كده بقى بدأت ان انا طلعت السمك دوت وحطيت طبعا السمك المكرونة يتحمر زي ما انتوا شايفين كده. عملته كده اهو. هبدأ بقى ان انا انزل بيه كده. اللهم بارك كده اهو. عندي بقى هنا البصلة بفضل بقى ان انا افضل اقلب فيها لحد ما يجي لونها ذهبي كده زي ما انتوا شايفين. بحط لها نص معلقة ملح عشان يبقى اللون بتاعها واحد كده. اللهم بارك. ورشة من السكر عشان يبقى مكرمل كده. بقى ببدأ ان انا اشوحه لحد ما يحمر كده عندي، وببدأ انزل عنده بمية مغلية. كده بقى ببدأ انزل عندي بكمية الرز اللي انا هعملها. انا عاملة كيلو الا ربع من الرز المصري مغسول كويس. بصوا كده. اللهم بارك. كأنه شوية رز عسل ما شاء الله. هنا بقى هبدأ ان انا احط له مرقة الدجاج بتاعته واغطيه. هنا حطيت اهو. هبدأ احط معلقة جزر كده علشان تديله طعم. عندي بقى هنا ده السمك بعد ما طلعته، وده السمك البلطي. تعالوا بقى هنا يلا طلعنا السلطة من التلاجة. هبدأ احط لها الملح. عندي هنا الرز استوى. اللهم بارك. كده اهو. بصوا الرز مفلفل وجميل ازاي. عندي بقى هنا اللهم بارك واصلي وسلم عليك يا نبي. عملنا شوية سفرة سمك كده عسل. ده بتنجان كنت انا محمراه في الفطار اهو. اللهم بارك. ودي السلطة. بصوا اللهم بارك كده. كانت سفرة جميلة ولذيذة جدا. طبعا بقى احط لايك